الوداد لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض تاب. الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحبنا، نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى. كن خلوقا لتكن عقيدتك سليمة. تعال شوف كيف أن العبادة أيضا إذا لم تثمر ثمرة حقيقية وسلوك هي نفسها فيها إشكالية. المصلي الطبيعي يتقال له الكرامة للمصلي ولا يتقال ويل للمصلي؟ قد قال الله تعالى في موضع فويل للمصلين. ازاي؟ قال لي نعم، هم يصلون وربما يحافظون على الصلاة في جماعة، وربما يأتون الصلاة في أول وقتها، وربما يؤمون الناس زي أمثال كده، بس ربنا يعافينا ما نبقاش من واقعين في الغلط. لكنهم مع ذلك لم يتمثلوا أخلاقيات المصلين. ولذلك القرآن لما يعرف المصلين ما يعرفهمش بالمؤدين للصلاة. اقرأوا إن شئتم سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون. اقرأ أيضا في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر ما يكون 10 صفات تقريبا في السورتين عن المصلين. فالمصلي صاحب خلق. يوم ما يبقى مش صاحب خلق وسلوكه سيء يتقال له فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض علمائنا ومفسرين لما تقرأوا لهم يقولوا ده بيصلي يوم ويوم لا، ده بيصلي في رمضان ويقطع طول السنة. نقول له لا، ربما كان مصليا محافظا على الصلاة في وقتها لكنه سهى عن معنى الصلاة وعن ثمرة الصلاة، لم يتخلق بأخلاقيات المصلين. هو يصلي لكنه يكذب، هو يصلي لكنه يغش، فيتقال له من غش فليس منا وإن كان مصليا. انتوا عارفين السلوكيات الخاطئة تعمل ايه في الصلاة، وتعمل ايه في الصيام نفسه، وتعمل ايه في الحج؟ تذهب بها هباء. حديث الإفلاس كلنا فاكرينه. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لهم لا، المفلس من يأتي بصيام وصلاة وصدقة لكنه أتى وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أنا أتمنى بعد هذا الكلام اللي بأكد عليه إن احنا نرجع تاني للسلوكيات الحسنة علشان نصحح عقيدتنا وعشان تقبل عبادتنا. كنا في مؤتمر من المؤتمرات وكان مشترك بين مسلمين وغير مسلمين، فوقف أحد القادة الدينيين من غير المسلمين وقال أنا أعجب إن حتى المتدينين في المسلمين ما عندهمش سلوكيات كويسة. فالكل بصله كده قال لهم بتبصيني ليه؟ ده أنا ساكن في الحتة الفلانية، فيه رجلين بيتخانقوا في الشارع، المغرب إدن عليهم وهم بيتخانقوا، حصل إيه؟ قالوا طيب نوقف الخناقة عشان نصلي. والتاني قال له شوف أنا بضيعش الصلاة، مش هسيب الجماعة، أنا هلحق أروح الجماعة وارجع أوريك. يعني بدل ما بيقول له يخسئ الشيطان ويذهب يقول له هروح ألحق الجماعة وآجي أوريك. أي سلوك هذا؟ فين السلوك اللي ربنا قال عنه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين دول؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول لي يا مولانا ده هو اللي بدأ. طب يا أخي اكذم غيظك، ده شتمني اكذم غيظك، ده مش عارف ايه اكذم غيظك. ده أحد الغلمان العبيد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز أو سيدنا الحسن، يقال هذا يقال ذاك ويقال غيرهما، أساء إلى سيده. الطبيعي العبد هيبقى منتظر بقى الجلد ولا ينتظر أي حاجة،
ولكن هذا العبد كان يحفظ الآية الكريمة في سورة آل عمران دي، فقال له: يا سيدي والكاظمين الغيظ. قال: خلاص كظمت غيظي، ما زعقلوش ما ضربوش، بس ممكن بعد كده يحاسبه. فقال: والعافين عن الناس. الولد بيقول له او العبد بيقول له: والعافين عن الناس. قال له: خلاص عفوت عنك، مش هحاسبك خالص. فطمع اكثر فقال: والله يحب المحسنين. فقال: اذهب فانت حر لوجه الله. دي اخلاقيات المتقين. تعال بقى شوف اخلاقياتنا احنا بالذات في رمضان اللي ربنا فرض صيامه علينا عشان نبقى من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأسألكم هل فعلا وصلنا لدرجة التقوى إن احنا نكون فيها بهذا الشكل، إن احنا نكون فيها بهذه السلوكيات الجميلة، ولا لسه عندنا السلوكيات الخاطئة كما هي اللي بتذهب بالصيام وتجعله وباء؟ هنروح بعيد ليه؟ وسيدنا النبي اللي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الموضوع مش موضوع طعام وشراب، الموضوع أكبر من كده. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فأنا مرة أخرى أكرر بأن رمضان فرصة لتعديل السلوك.